السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتبر بوحمارة أحد أكثر الشخصيات التاريخية المغربية إثارة للجدل، فهناك من يعتبره ثائرا تحرريا، فيما يعتبره الآخرون ناشرا للفتن ومتعاونا مع الاحتلال. وبين القولين يقبع بوحمارة كحدث فاصل في فترة من تاريخ البلاد. من يكون بوحمارة؟ هو عمر بن دريس جلالي بن دريس محمد اليوسفي الزرهوني، لقبه خصومه بالروكي أو ببوحمارة. ولد سنة 1860 بقرية زرهون، وفيها تلقى تعليمه الأول قبل أن ينتقل إلى العاصمة فاس ليكمل دراسته في جامعة القرويين العتيقة، وهناك درس العلوم الأصيلة والفقه واللغة والفلك، مما أتاح له الالتحاق بالمدارس العسكرية التي أنشئت في عهد السلطان مولاي الحسن الأول. بعد إتمام تعليمه تخرج بوحمارة في المدرسة العسكرية ضابطا مهندسا، وعلى إثرها شغل وظيفة كاتب في ديوان الخليفة السلطاني عمر بن الحسن الابن الثاني للسلطان مولاي الحسن الأول، وكانت للخليفة أيضا مطامع في الحكم. وبعد وفاة أبيه قاد الخليفة تحركا لإزاحة أخيه الأصغر عبد العزيز عن العرش، لكنه فشل في آخر الأمر. وجد الجلالي بوحمارة نفسه وقتها واقعا وسط هذا التطاحن بين الإخوان الثلاثة على السلطة. سجن هو الآخر مع من سجنوا من حاشيته، قضى هناك في سجن السلطان 3 أعوام، وبعد الإفراج عنه رحل شرقا نحو الجزائر، حاملا معه درايته بخبايا السلطة الداخلية للبلاد وخاتما سلطانيا سرقه من سيده السابق. مع وصوله للجزائر نهاية القرن ال19 أخذ يجول بين زواياها وأضرحتها، يتتلمذ على يد مشايخ الطرق ويتشرب أصول الطريقة الشاذلية، إلى أن اشتق لنفسه منها تصوفه الخاص الذي أسماه الطريقة النورانية. وفي سنة 1901 قرر بوحمارة انطلاق تحركه العسكري للاستيلاء على عرش المغرب، وتحرك مع جيوشه غربا نحو مدينة تازة التي احتلها في السنة نفسها، وشرع في تنظيم الجيش ومؤسسات الدولة، ومد حدوده بين وجدة شرقا إلى قصبة سلوان شمالا إلى تخوم فاس في الغرب. وفي سنة 1904 وقع انشقاق في حكومة بوحمارة أحدث شرخا كبيرا في مسيرته، إذ تخلى عنه وزير حربه ولحق بالسلطان في فاس، مما دفع هذا الأخير إلى تكرار محاولة اجتياح أراضي الجلالي، وهناك سيرتكب جيشه أفظع الجرائم من سلب ونهب وهتك للأعراض. إثر هذا الواقع لم يجد السلطان عبد العزيز بدا من التحالف مع الفرنسيين لدحر بوحمارة، وبالتالي وجد هذا الأخير نفسه واقعا في كماشة بين الجيش الفرنسي المتقدم من الشرق وجيش السلطان الضاغط من الغرب، فخسر وقتها مجموعة مواقع كانت تواليه مثل الزاوية البوتشيشية، وانتهت هذه المرحلة بسقوط وجدة في يد الفرنسيين تمهيدا لاحتلال المغرب كله، في إطار معاهدة الجزيرة الخضراء بوساطة أمريكية وبحضور 12 دولة أوروبية. قسم المغرب إلى مناطق نفوذ استعماري. ظن بوحمارة أن ما يحاك حوله يستهدفه، فعمد هو الآخر إلى التحالف مع الاستعمار الفرنسي، فمنحهم حق استغلال مناجم منطقة الريف الأوسط، وعاهد إلى الإسبان بمنجم الحديد في جبل وكسان شمال البلاد، لكن هذا أشعل ضده انتفاضة الريف الأولى بقيادة الثائر محمد أمزيان الذي طرد بوحمارة والإسبان من المنطقة. اعتقل بوحمارة مع 400 من موظفيه واقتيدوا إلى فاس، لكن 160 منهم فقط من وصلوا أحياء، وهناك أعدموا كلهم. وأعدم بوحمارة هو الآخر في 2 سبتمبر من سنة 1909، وأطعمت جثته لأسود البلاط.